مصر أو كما يطلق عليها المصريين والعرب أم الدنيا، تعتبر من أكثر الوجهات السياحية في العالم لما تملكه من أماكن سياحية تستقطب السياح وتغري ناظريهم بما تملكه من مقومات ومناظر خلابة. لعل ذكر مصر للوهلة الأولى يذكرنا بالأهرامات، وبالفعل فمناطق تواجد الأهرامات تعتبر أشهر مناطق سياحية في مصر وفي العالم أجمع، فهي مصنفة ضمن عجائب الدنيا السبع. تشكل السياحة مصدرا هاما لدعم الاقتصاد المصري، فمصر دولة تهتم بالسياحة وتسهل وصول السياح إليها وتوفر لهم كافة وسائل المساعدة والراحة للقيام بجولاتهم السياحية والاستمتاع بجمال مصر ومعالمها الأثرية. في هذا الفيديو القصير نقدم لكم أجمل 10 مناطق سياحية في مصر. أولا، أهرامات الجيزة. من منا لا يعرف الأهرامات المصنفة ضمن عجائب الدنيا السبع، وتعتبر أهرامات الجيزة من أقدم عجائب الدنيا السبع والعجيبة الوحيدة التي ترسم حولها العديد من الأسرار التي تغري زائرها بالبحث والاكتشاف. تتواجد الأهرامات في مدينة الجيزة، وهي مدينة تقع إلى جنوب غرب القاهرة، وتستقطب آلاف السياح القادمين من كل بقاع الأرض سنويا، كما أنها تعتبر مقصدا لكل علماء الآثار الباحثين عن قطعة من أحجية الفراعنة هنا وهناك. ثانيا، جامع الأزهر. يعتبر جامع الأزهر من أهم المعالم السياحية الدينية في مصر، ويعتبر من أشهر المساجد في العالم الإسلامي، لذلك فهو يستقطب سياح وزائرين من جميع أنحاء العالم العربي والدول الإسلامية، والعديد من السياح الأجانب الراغبين بمشاهدة التصميم والشكل العمراني المميز الذي يتحلى به جامع الأزهر، بالإضافة إلى المساحات الكبيرة التي يشغلها الجامع وقدرته على استيعاب الطلاب وتدريسهم العلوم الإسلامية وعلوم الفقه والسيرة. ثالثا، الحديقة الدولية. تعتبر الحديقة الدولية من أهم الأماكن السياحية في القاهرة، والتي تستقطب الزائرين وتغريهم بما تحتويه من مناظر جميلة ونشاطات ترفيهية عديدة يمكنهم القيام بها. تحتوي الحديقة على جزء من كل دولة، يحتوي هذا الجزء على المعالم الجميلة والأشجار والحيوانات التي تشتهر بها كل دولة، والقسم الأكبر ضمن الحديقة للإمارات والمملكة العربية السعودية. رابعا، شرم الشيخ. تعد مدينة شرم الشيخ من أشهر الوجهات السياحية في مصر لما تحتويه من أماكن سياحية مميزة ومناظر طبيعية خلابة. تستقطب مدينة شرم الشيخ آلاف السياح سنويا ممن يرغبون بالتصيف في أحد المنتجعات الفخمة المطلة على البحر، والتي تقدم خدمات مميزة بالإضافة إلى الإطلالات الساحرة للبحر الأحمر والمنظر الجميل للشعاب المرجانية. خامسا، مدينة الغردقة. عندما نذكر الاصطياف والاستجمام فلا بد أن نذكر الغردقة مع شرم الشيخ، فلمدينة الغردقة مكانة سياحية كبيرة في مصر لما تحتويه من أماكن سياحية ومناظر طبيعية، والأهم من ذلك وجود قرى سياحية تقدم خدمات سياحية وترفيهية مميزة. سادسا، متحف الرمال. متحف الرمال الأول من نوعه في شمال أفريقيا وفي الشرق الأوسط، والموجود في مدينة الغردقة. يتميز المتحف بطريقة نحت المنحوتات الموجودة فيه، والتي تم نحتها بنوعين من الرمال وهما الأبيض والأصفر. تم نحت تلك التماثيل والمنحوتات على عدة أشكال كأبو الهول والأهرامات والعديد من الشخصيات الشهيرة كشخصيات ديزني المميزة. سابعا، جزيرة الجيفتون. جزيرة الجيفتون الموجودة في مدينة الغردقة تعتبر أول محمية في البحر الأحمر، وتحتوي العديد من الأشجار المميزة والمناظر الطبيعية الخلابة. تتميز جزيرة الجيفتون بمياهها الفيروزية المتلألئة ورمال شواطئها الذهبية. تستقطب جزيرة الجيفتون السياح بالنشاطات العديدة التي تقام فيها والحفلات الشاطئية والسهرات المميزة. ثامنا، مسجد ابن طولون. يعتبر مسجد ابن طولون الموجود في القاهرة وتحديدا في منطقة السيدة زينب مقصدا للسياح، وذلك بسبب التصميم الجميل وقديم الطراز الذي يتمتع به. يعتبر أيضا مسجد ابن طولون أقدم مسجد في القاهرة، وأكثر ما يميزه التصميم الملتوي لمئذنته ذات الطراز السمرائي، والتي تعتبر أقدم مئذنة في مصر. تاسعا، أبو سمبل. يعتبر موقع أبو سمبل من أهم المواقع الأثرية، ويتواجد على الضفة الغربية لبحيرة الناصرة. يحتوي هذا الموقع الأثري معبدين منحوتين في الصخر في عهد رمسيس في القرن 13 قبل الميلاد. عاشرا، نهر النيل.
كل الأماكن الأثرية والسياحية في مصر تستقطب السياح والزوار من كل بقاع الأرض، ولكن المميز في مصر بعد زيارة الأهرامات هو القيام بجولة بحرية بواسطة قارب بسيط في نهر النيل والاستمتاع بالمناظر المميز الموجود على ضفتي نهر النيل، وخاصة المنظر الليلي الذي لا يضاهيه أي منظر. ختاما عزيزي المشاهد، نقترح عليك قراءة وصف هذا الفيديو، سوف تجد به روابط مفيدة.